تصرفات فردية أوصلته إلى مربع المونديال الذهبي بدون أي لمسة تكتيكية تذكر. فما كان منا آنذاك إلا أن نصفق كونه أول مدرب يصل إلى هذا الإنجاز عربيا. التصفيق الحار لا يغطي على الإخفاقات المتكررة، وحسنة المونديال الوحيدة لن تغفر للنتائج السلبية التي ترافق المنتخب. لذلك وليد الركراكي مطالب بتحقيق الألقاب والنتائج الإيجابية التي تعيد للشعب البهجة والسرور. المغرب بجيلها الذهبي تعيش بارسا بيب أو مدريد زيدان إن لم تكن ميلان 2007. هناك لديهم إمكانيات هائلة في جميع الخطوط وخيارات متاحة بغزارة تكفي لاعتلاء عرش إفريقيا 50 سنة قادمة. وليد الركراكي يمتلك أفضل جيل بتاريخ المغرب، وربما الأفضل في تاريخ القارة السمراء، لكنه فقير تكتيكيا ولا يمتلك الشخصية الكافية لضبط غرفة الملابس وإلزام اللاعبين على أدوارهم في الملعب. مثلا في المباراة الأخيرة يتنازع كل من حكيمي ودياز وزياش على تسديد الركلة الثابتة، ولأن كل راع مسؤول عن رعيته، فهذا الشيء بالذات يعود إلى شخصية المدرب الضعيفة.